تزود وزن هتبوظ الاداء والتيمبو وتبوظ التمرين. بلاحظ ان معظم الناس بتهمل تمرين الرجلين. بس خلصنا تمرينة رجل كاملة، هندخل بقى على تمرين البطن. ازيكم يا شباب، عندنا النهاردة تمرينة رجلين. هنبتدي الاول نسخن كويس على التريد ميل، نلعب مثلا حوالي 5 دقايق او 10 دقايق. ده بيرفع درجة حرارة الجسم وبيساعد في ضخ الدم اكتر في العضلات. بلاحظ ان معظم الناس بتهمل تمرين الرجلين. بعض الناس بيقول انها صعبة، والتاني بيقولك كده كده هي مش باينة فهتمرنها ليه. بالعكس، هي ده من اهم التمارين في الجسم، لازم تمرنها. كده خلصنا التريد ميل، هنبتدي بقى نعمل استرتشات حركية عشان نسخن المفاصل والعضلات كويس قبل ما نبتدي التمرين. التسخين مش بياخد منك وقت، كلها 5 دقايق بس هيحميك من اصابات كتير قوي. معظم الناس بتدخل من بره تطلع التريد ميل مثلا 5 دقايق او متطلعش اصلا، وبتدخل تتمرن على طول، يجي في الاخر يقولك انا بتصاب بسرعة. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. كده خلاص خلصنا تسخين، هنبتدي بقى على اول تمرين. هنبتدي النهارده بالضمه، هنلعبها. لعبت طبعا اول دور قبل ده تسخين، وده يعتبر اول دور. هنلعب برضو دورين بوزن تقيل على طول. يا أيها النبي ابتديت النهارده بالضمه عشان هي من العضلات الضعيفه عندي شويه، كمان هي من العضلات اللي بتتصاب بسرعه. من المؤمنين. كده خلصنا اول دور، هندخل على تاني دور. في التمرين ده حاول ما تزودش اوزان عشان اصاباته كتير. ركز في الاداء اكتر، وحاول تعمل ماسل مايند كونكشن. انت بتتمرن هتستفاد اكتر من انك تزود وزن، وهتبقى العرضه للاصابه اقل. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. كده خلصنا الضمه اللي هي اول تمرين. هنبتدي بقى على تاني تمرين، هنلعب خلفيات. برضو خلينا خلفيات في الاول عشان نسخن مفصل الركبه كويس، كمان عشان الخلفيات ممكن تتصاب معانا بلعب سكوات مثلا او حاجه زي كده. من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ألا خفف الله عنكم كده خلصنا اول دور، هنزود الوزن شويه وهندخل على تاني دور. فإن هنلعب برضو في حوالي مثلا من 6 ل10 عدات، واهم حاجه تركز في الاداء وتلعب مدى الحركه كامل، متلعبش نص عده وكده تحسبها عده. صابرة يغلبوا 200. هندخل بقى على الاماميات. يبقى احنا كده الاول لعبنا ضمه، وبعدها لعبنا خلفيات. هندخل بقى نلعب امامي، يبقى كده بقينا سمانه وخلاص. 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. زودنا الوزن شويه وهندخل على تاني دور. برضو بنلعب دورين بس كالعاده، بس بنلعبهم بشده عاليه. أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض هندخل بقى على السكوات، وده كده يبقى اخر تمرين وبقينا سمانه وخلاص. اهم حاجه تبدا تظبط رجلك تحت البار بالظبط، ما تطلعش رجليك قدام ولا تطلع رجلك ورا. تبدا تنزل تلعب مدى العده كامل، تحاول تنزل تعمل اقصى ستريتش تحت. انا خليت السكوات في الاخر عشان يكون الضم عندي سخنت والخلفيات والاماميات سخنت كويس، فاعرف اتمرن بشده عاليه عادي، واقلل نسبه الاصابه على قد ما اقدر. عذاب عظيم. فكلوا مما زودنا الوزن شويه وهندخل على اخر دور. احاول برضو ما ازودش الوزن جامد او ما ادوس على نفسي في التمرين، عشان ليا فتره ما بلعبش رجلين، فهنبتديها بداية على الهادي كده. اهم حاجه مهما تزود وزن تلعب بنفس الاداء بنفس التيمبو، وتلعب برضو نفس المدى. مش معنى انك تزود وزن يعني تبوظ الاداء والتيمبو وتبوظ التمرين اصلا، مقابل انك تشيل وزن. أيها النبي قل كده لمن خلاص خلصنا، هندخل على السمانه اخر حاجه. السمانه هي التمرين الوحيده اللي بلعبها 4 مجاميع، لان هي بتشتغل معايا هي يعتبر تمرينه واحده بس اللي بلعبها للسمانه، ومش بتشتغل معايا عضلات مساعده في السكوات والكلام ده غير بنسبه بسيطه خالص. بشتغلها 4 مجاميع، انا صورت منهم مجموعه واحده بس.
اهم حاجه تحاول تنزل تعمل ستريتش تحت على قد ما تقدر، وتحاول تثبت تحت ثانيتين، تطلع برضو فوق تثبت ثانيتين وتعمل سكويز للعضله. مما أخذ منكم ويغفر كده خلاص خلصنا تمرينة رجلي كامله. هندخل بقى على تمرين البطن. بحب العب دايما الشكل ده، وبلعب معاه شكلين تاني سوبر. التمرين ده بيشغل الجزء العلوي من البطن اكتر، هنلعبه وهنلعب معاه واحد بيشغل الجزء الجانبي، وبعدها هنلعب واحد للجزء السفلي. والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا هندخل على تاني تمرين لعضلة البطن، وده بيشغل الجزء الجانبي. حاول انت بتلعب التمرين ده، بشوف معظم الناس بتكتم نفسها، فحاول تتنفس وانت بتتمرن عادي. والذين آووا ونصروا والذين آووا ونصروا هندخل بقى على السفلي، وهو كده كده اي تمرين للبطن بيشغل عضلات البطن كلها، بس بتفرق بنسبة بسيطة خالص. وبكده نكون خلصنا تمرين النهارده. كده معاك تمرينة رجل وبطن قوية، جربها واكتب لي رأيك في الكومنتات. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك واشتراك.